مراسلنا حمادة زي ما احنا شايفين بينقل لنا نقل حي من التحرير في القاهرة ومسجد القائد إبراهيم في اسكندرية وميدان المحطة في أسوان. حمادة سمعني؟ سمعني؟ أيوة يا أستاذ شاكر. اوصف لنا الوضع عندك في القاهرة عامل إزاي؟ المليونية حاشدة في الميدان، حوالي 1,374,517 مواطن في الميدان، وأنا عدتهم بنفسي. واللافت في الأمر إنهم لا يرفعون مطالب موحدة، ففي الوقت الذي رفع فيه موظفي ماسبيرو مطالب بتحصيل أجورهم المتأخرة منذ 9 شهور، رفع مجموعة من الفتيات بوسترات تامر حسني مطالبين التلفزيون المصري بإعادة مسلسله مرة أخرى. أنا لامح معاك أحد المواطنين، لو ممكن نسمع رأيهم. طبعا المواطن مختار كمال، قول لنا أنت نازل النهارده ليه؟ بص يا معلم، التحرير ده بقى جزء مننا، جزء من تكويننا ووجداننا، عشان كده انا نازل النهارده عشان متفق مع المدام والولاد نروح نتفرج على التحرير وناكل بطاطا. الواد حجه وزيزو بيعمل شويه بطاطا على العربيه بتاعته تحفه. انا بقول يا جماعه اتفضلوا معانا والله. طيب حماده اساله عن مطالبه. وايه مطالبك؟ انا عندي وجهه نظر ان المفروض يبقى فيه شيشه وطاوله وشطرنج عشان يبقى فيه حركه كمان. وبعدين انا سمعت حاجه هي اللي منزلاني النهارده بصراحه، سمعت ان هيعملوا دخول التحرير بمينيمم تشارج، وانا بقول لا، التحرير ده بتاعنا وهيفضل بتاعنا من غير مينيمم تشارج. شكرا ليك يا حماده مراسلنا في القاهره. نتنقل الى مراسلنا في اسكندريه. حماده ايه الاخبار عندك؟ أيوه، الشعب كله أجي هنا على قمة شارع قائد إبراهيم، وأنا واقف معايا أحد المواطنين، ممكن أسأله أتعرف بيك؟ محسوبك مصري كمان. ومطالبك إيه النهارده يا أستاذ مصر؟ بص يا ابن عمي، إحنا بنحرجمه على الموضوع ده من الأربع اللي فات، وقلنا إحنا هننزله عشان نحققوا مطالبنا، لكن إيه اللي حصل؟ الامن وقف منعنا نقف صف ثالث قدام جيلاتي عزة عشان نشربوا وناكلوا جيلاتي. يعني ايه الامن يمنعنا نقعدوا ناكلوا جيلاتي؟ فاحنا هننزلوا المظاهره دي عشان نقولوا للامن مش هينفع نقعدوا صف ثالث ناكلوا جيلاتي. انتهى. بنشكرك جدا يا حماده. استاذه سندس نسمع تعليقك. طيب ما تيجي الاول ناخد رساله من اسوان وبعدين عشان تبقى الصوره مكتمله. حماده الدنيا عندك في ميدان المحطه عامله ايه؟ راي احنا النهارده مبسوطين ان احنا متجمعين في اسوان بلدي، وكل النوبيين والاسوانليين مجتمعين وبيهتفوا كل الهتافات العاليه دي من ورا الكاميرا زي ما احنا سامعين في الخلفيه. وانا هنا معايا مواطن مختار كامل. سلام عليكم. مرحبا. يا مرحبا. اسأله عن مطالبه يا حماده. واه، ما انا لسه سامعك وانت لسه بتقولي الكلام ده لبتوع القاهره، بس انا عايز اجود. استاذ مصري، يا ترى بتشتكوا من ايه؟ احنا نازلين النهارده عشان نتكلم في موضوع التوقيت الصيفي. الحكومه لما لغته ما رجعت لناس تقول لنا. وليه عايزين التوقيت الصيفي يرجع؟ عشان حفلات الميد نايت بتاعت السينما لما اتلغت التوقيت الصيفي بتاع الساعه 3 ما بقاش في حفلات توقيت نايت بالليل، عشان كده عايزين حفلات السينما ترجع بالليل. كان معكم حماده، برنامج شيكا بيكا. كمان